يمكن من أسوأ المباريات اللي لعبها الزمالك من شهور، يعني يكاد يكون كمان من أكتر من سنة. من النهارده عمرنا ما كنا بهذا السوء. وبالمناسبة مش النهارده بس، احنا بقالنا تقريبا من اول الموسم ده، من اول ما مشي فيريرا واحنا زي الزفت. ادائنا يعني بيتعكز، وادائنا سيء، وادائنا يعني اللعيبه مش لاقيه نفسها. انا عايز اعمل هاشتاج اسمه اسفين يا فيريرا، يعني اعمل له هاشتاج كده يوصل له في قطر واقول له اسفين يا فيريرا، احنا غلطنا في حقك، او في السعوديه نقول له احنا غلطنا في حقك، لان الراجل ده كان عامل فرقه. ويبدو الان ان الحلم اللي كان موجود عندي ان ال10 سنين القادمه هي زملكاويه كان كابوسا ولن يتحقق. وانا عايز اقول ان النهارده النادي الاهلي استطاع ان يحسم 50% من الدوري المصري، وان نادي الزمالك في اسوأ حالاته. وانا بطلب من اداره نادي الزمالك ان لو سمحتم لحد يطلع يقول لي اصل شمهورش، ولا حد يطلع يقول لي اصل العمل بتاع الميه اللي بيترمي على الباب، ولا حد يقول لي العمل اللي معمول على رجل نمله. احنا اتغلبنا حقا وصدقا، احنا اتغلبنا عشان كنا سيئين، وكان الاهلي احسن منا 100 مره. يا عالم يا هو بنلاعب فرقه ما عندهاش مجلس اداره حقيقي، بنلاعب فرقه ما عندهاش مدرب حقيقي، الاثنين مش موجودين، الاثنين متعينين ومتعاونين ومؤقتين. يعني بنلاعب فرقه 3/4 كيانها غير موجود. انما الفرقه دي كانت مركزه، وقعدت اسكندريه من 4 ايام. ولازم احيي المحترم عبد العزيز عبد الشافي زيزو، مدرب محترم، الراجل بيحب النادي لدرجه ان يقولوا له تعالى درب ماتش وامشي. عبد العزيز عبد الشافي عارف انه هيمشي، انه ممكن يمشي بكره او بعده، ومع ذلك هو محب للنادي الاهلي، محب للفانيلا الحمراء. لعيبه النادي الاهلي النهارده يا جماعه كلها بتلعب في مراكزها، كل واحد عارف مكانه. العيال النهارده والله رجليهم تتلف حريق. انما عايز تعرف مستوى الزمالك، شوف الجول الاول، شوف ال3 اللي بيجروا ورا الراجل مش عارفين يلحقوه، 3 بيجروا جنبه ومحدش قادر يعمل له حاجه وفي واحد وقع وراه، وفي 2 اتكعبلوا قدامه، والراجل حط الكره في الشناوي بكل سهوله. شوفوا مستوى الفرقه احنا وصلنا له لايه. طبعا دي فرقه لا حد فاضلها ولا اداره فاضيالها، وكل واحد عنده حاجه، وكل واحد بيفكر في حاجه. حرق اهو بيون اهو، الراجل طالع ووراه، بص الثالث اللي ورا ده وقع، وال3 بيحرسوه اسم النبي حرسه وصايله لغايه اما يدخل الجول. يعني تحس ان معمول له حرس شرف. طبعا الجنرال مدحت شلبي كان بيقول ايه؟ وفيونا نايم، وفيونا وسط 3، وفيونا هيعمل ايه وسط 3؟ الله فيونا ده انت جميل يا فيونا، ده انت جبت جول يا فيونا، يا ايفونا. وايفونا وفيونا ماشي زي الفل، زي السكينه في الجاتوه، كانه ماشي في الغابه. هذه فرقه تم تدميرها بعد ما فيريرا بناها، تم تدميرها. هذه فرقه تم تغيير المشرف الفني بتاعها 3 مرات في شهرين. شيء طبعا يعني لا يصدقه عقل. خلاص باظت الفرقه، وباظ الحلم الابيض، وباظ الحلم الزملكاوي. لكن تحيه لمجلس اداره النادي الاهلي المتعين، وتحيه لعبد العزيز عبد الشافي الراجل النموذج. يعني انا لو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اول قرار اخده دلوقتي ان عبد العزيز عبد الشافي هو مدرب النادي الاهلي حتى نهايه الموسم، او امضي معاه عقد 3 سنين. يا راجل ده كفايه قلبه، يا راجل ده كفايه روحه. النهارده الراجل ناقل للعيبه روح ومحبه وصدق وهدوء اعصاب وتركيز. والناس رايحين في اسكندريه من 4 ايام، انما احنا ايه؟ احنا رايحين مش رايحين، هنلعب مش هنلعب، رايحين جايين بنعمل عمل، باعتين واحد يجيب العمل، بعد وقت. ده مش مجهود، من جد وجد ومن زرع حصد. للمره الالف الاهلي بيدينا الدرس. مالكش حد يقدم الحد زي ايه؟ ما بتقراش تكتب قبل كده ليه؟
اسمع، 1 2 3. خلاص خلاص. طب ايه؟ اوعى اوعى. ايه؟ شوف دي وشوف دي شوف دي. ايه؟ وسط ثلاثة. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا مالك، يا مالك القلب، هل انتهى أمري؟ 3 على 1، 3 على 2. داخل يلم كورته، طلع له، حطها له، هوبا، والهدف. يا نهار أبيض، ذبحت المباراة يا ابني.